هو انا لازم يكون معايا 100,000 جنيه علشان اشتري مكونات واعمل بيها حاجة حلوة احلي بيها بق ولادي؟ طب ايه رأيكم لما نرجع لايام زمان ونعمل الحاجات الحلوة الاقتصادية وكلها مكونات موجودة عندك في البيت؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. في فيديو النهاردة انا قررت ان انا اعمل لكم حاجة حلوة تكون مكوناتها سهلة وبسيطة وكمان تقدري تعمليها باسهل الطرق. عايزاكي بقى تجيبي بوله حلوه كده وتضيفي نص معلقه صغيره من القرفه، هتضيفي عليهم كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليهم رشه فانيليا كبيره شويه واتنين بيضه. هنضيف عليهم كمان كوبايه الا ربع من الحليب، كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه من السكر. تابعي معايا المقادير بالظبط، عايزاكي تلتزمي بالمقادير عشان يطلع معاكي النتيجه صح الصح. في الوقت ده كمان انا ببقى محضره، يعني قولوا مثلا اقل من نص كيلو جزر. بتبتدي ان انت تجيبي الجزر وتغسليه وتقشريه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. عايزاكي تقشري الجزر هنا كانك هتعملي سلطه بالظبط، يعني بعد ما بتنضفيه بتقشري الحلقات، بس راعي ان الحلقات اللي احنا بنقشرها او بنقطعها دي تكون رفيعه شويه، علشان احنا دلوقتي هنعمل له عمليه ضرب لسه في الخلاط، فكل المكونات دي تمتزج كده مع بعضها. بعد كده ما بضيف بقى كل المكونات بتاعتي بروح جايبه الجزر الحلو ده وضيفاه مع الخليط بقى البيض والحليب والزيت، وابتدي ان انا اقلب كل المكونات ديت لحد لما تمتزج مع بعضها. عايزه اقول لكم معلقه القرفه اللي احنا ضفناها في الاول دي بتدي طعم حلو جدا لكيكه الجزر اللي احنا عاملينها مع بعض النهارده. هتجيبي الخلاط الحلو بتاعك وتبتدي ان انت تضيفي كل المكونات فيه وتفضلي تضربي لحد لما الجزر يختفي خالص وما يبانش ليه اي اثر. انا مش عايزه يبان خالص ان احنا ضفنا جزر في وصفتنا النهارده. هتجيبي اي صينيه عندك سواء بايركس او الومنيوم او تيفال وتبتدي ان انت تضيفي ليها طبقه من السمنه او الزبده، عليهم كمان رشه من السميد، لان كيكه الجزر النهارده اللي احنا عاملينها بدقيق السميد يا جماعه. طيب دقيق السميد لو مش موجود عندك ممكن تعملي زي ما انا عملت كده ورحت اشتريت كيس كده من البسبوسه الحلوه اللي بتتباع في اي سوبر ماركت عندك تحت البيت، هتلاقيها متوفره وموجوده، او لو عندك سميد فما فيش مشكله. طيب ما تضيفيش الكيس كله، لا انت هتضيفي كوبايتين ونص، يعني انا ضفت هنا كوبايتين وضفت نص كمان، وتفضلي تقلبي كل الخليط ده مع بعضه. عايزاكي تلتزمي بالمقادير وبالخطوات عشان تطلع معاكي كيكه الجزر بتاعتنا النهارده ناجحه ومضمونه 100%. هتضيفي الخليط كله وتبتدي ان انت كده قال يعني بتسويها يعني، وفي الوقت دوت بيبقى الفرن بتاعك شغال على درجه حراره 180. تدخل الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 45 دقيقه. بعد كده بقى وهي في الفرن وتعالوا نعمل السيرب. السيرب اللي معانا النهارده سيرب خفيف، يعني هنضيف كوبايتين ميه وكوبايه سكر، رشه فانيليا، وكمان نص ليمونه. بعد ما بنرفعه على النار مده لا تقل عن 20 دقيقه وبيبقى معاكي بالشكل ده، بتضيفي بقى حاجه السر بقى عشان تدعي لنشوتك حبيبتك وتعملي لها لايك دلوقتي حالا. معلقه من السمنه البلدي بتدي طعم للسيرب ده، بتوديه في حته تانية خالص. في الوقت دوت انت محتاجه يكون حاجه من الاتنين دول، واحده فيهم تكون بارده والتانية سخنه، يعني ما ينفعش الكيك تبقى سخنه وننزل عليهم بالسيرب سخن، لا اختاري ما بين الاتنين. وتروحي بقى مسقساها كده بالسيرب كله، وتروحي بقى من فوق الوش عامله طبقه من جوز الهند وتسيبيها لحد لما تبرد وتقطعي، وتكوني بقى محضره كوبايه شاي. والله في الوقت دوت مش عايزاكي غير تقولي تسلم ايدك يا نشوتي وتاكلي احلى كيك جزر. وهنا هتسالوني السؤال المعتاد، هي يا نشوى الجزر باين في طعمها؟ ما فيش جزر خالص في الموضوع غير ان انت هتاخدي لون الجزر وفوائد الجزر مش اكتر. طعمها فوق الرائع، بتاكلوا حاجه حلوه. وسيبكم الترندات والحاجات اللي طالعه جديده اللي محتاجه 100,000 جنيه علشان تعمليها. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي الجديده باسم مع مطبخ نشوى. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.